السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست حياة، وضيفنا النهاردة محدش يصدق ان احنا هنعمل حلقة معاه. اولا هو اسمه غريب ثانيا هو التخصص بتاعه اول مرة نتكلم فيه. معانا ومعاكم ضيفنا استاذ امير حرب، صاحب براند استراحة العطور ومنشئ محتوى وكاتب مقالات في الصحة النفسية وفي العطور. اهلا بيك يا امير. اهلا بيك دكتور عمرو. ايه الاخبار؟ احنا العطور عارفين ان هو عالم كبير، مش مجرد حاجه للاناقه يعني مش اول ما هرش برفيوم هبقى شكلي حلو بس او ريحتي حلوه، لا ده ممكن يخليني كمان شخصيه الشخص اللي حط البرفيوم او استقبالي ليه او ارساله ليه. فانا هنتكلم على العطور، بس الاول عاوزين الناس تعرف مين امير حرب. اولا انا بشتغل في مجال العطور، في التجاره العامه في مجال العطور. لو هنتكلم على استراحه العطور، استراحه العطور محل متجر عطور خاص ببيع عطورنا. اولا انا بشتغل في مجال التجاره العامه. اهم تجاره بشتغل فيها هي مجال العطور، واكتر شيء نحن يعني متميزين به هو عطورنا الخاصه. لو هنتكلم على ايه اللي بيميزنا في مجال العطور، وهو ان احنا يعتبر اول براند عطور مصري ينافس كبرى البراندات العربية والعالمية. انا اشهد بده. انا فعلا انا لما استخدمت الحاجات بتاعتك لا هي فرقه. انا فاكر انا اول مره جيت فواحد صاحبي عرفني على امير، قال لي تعال نروح نشتري برفيوم وكده وعرفك على واحد صاحبي. انا مش من النوع اللي بيشتري كتير، انا واحد اتنين وهمشي. انا دخلت ندهتني الندهه، اشتريت 8 ومشيت. ده كويس. كان من 4 سنين تقريبا او حاجه زي كده. مظبوط. نقطة من الحاجات اللي بتميزنا في مجال العطور وهي اننا يعتبر المصمم العطور الوحيد في مصر. دي حاجة من الميزات التنافسية اللي احنا بنقدمها في مصر. طب سؤال معلش، ايه الفرق بين مصمم العطور وشخص بيركب عطور؟ لو هنتكلم على تصميم العطور، فتصميم العطور يعني هو عبارة عن تصور لرائحة معينة من نوتات معينة، ثم نبدأ على دمجها. يعني فكرة من الألف للياء، زي تأليف قصة، زي طبخة انت اللي بتعملها من الألف للياء، على عكس العطور اللي موجودة في مصر مثلا في محل عطور اللي هو زي التركيب، بتبقى عطور محاكاة لعطور أخرى. اللي هو واخد الزيت وحاطط عليه كحول وخلاص. دي نقطة مهمة. تركيب العطور ما هو إلا وضع زيت عطري في زجاجة. ده بالمختصر تركيب العطور، ليس فيه أي صنعة، ولكن تصميم العطر هو تصور يكون في مخيلة المصمم، عبارة عن مجموعة من النوتات هو يتخيل دمجها وبعدين بيبدأ يشتغل عليها. يعني قصدك ان في فرق بين واحد بيرسم لوحة، بيخلق لوحة من اول وجديد خالص، واحد بيشف لوحة، واحد عنده لوحة بيقلدها. يعني أحسن. احنا هنا مش بنتعامل مع واحد صاحب براند عطور، احنا بنتعامل مع حد بيصمم اللي هو ليه اسم، اللي هو زي البرفيوم الفلاني بتاع الشركة الفلانية، هم عندهم مصممين عطور اخترعوه عملوه بالظبط. طيب في سؤال تاني، يعني هو في برفيوم كان انا فاكر واحنا صغيرين كان اعلانات عن البرفيوم اللي هو ان ده اول لما يدخل الناس كلها بتنبهر بالريحه بتاعته، اللي هو مش قادرين يصدقوا الريحه بتاعته. او كان في مشهد في فيلم لاحمد زكي كان حاطط اسانس فرش كل الناس بتقع بيغمى عليها من الريحه الوحشه. ده ايه بيبقى السبب فين؟ في المواد نفسها ولا في التركيبه ولا بيبقى ايه؟ والله دي ممكن يعني عشان نكون واضحين ممكن ترجع إلى الذوق العام. ممكن واحد يستخدم، احنا في بعض المصطلحات في العطور بيسمى العطور الشاذة، يعني العطور الغير مألوفة. ولكن عايز أوضح أن العطور دي أحيانا بيكون لها جمهور. يعني ممكن واحد يستخدم عطر حاد في مكان مثلا مش مناسب ليه، فبالتالي هيجد صعوبة، فبالتالي هيجد صعوبة في تلقي اللي حوله. انا رشيت برفيوم تقيل في مصيف الناس متضايقه، اما الصيف بيبقى دايما خفيف مثلا. دي هترجعنا توصلنا لنقطة مهمة، وهي قاعدة هل العطر
يستخدم استخدام شخصي ام بيستخدم للناس؟ يعني العطر انا بستخدمه لنفسي ولا للناس؟ والمساله دي هي خلاف. في البعض يقول لك انا بستخدم العطر لنفسي، انا يهمني ان انا اكون العطر على هوايا وذوقي. طيب اذا كان وفي بعض الاخر بيقول ان انا بستخدم العطر للناس. لا، انا بحب القاعده تحط في المواصفه، انت بتستخدم العطر انا مبسوط ليك بيه والناس وللناس. مبسوطه بيه. فلو ذوقك مخالف للناس، زي وانت مثلا لو انت موجود في مكان بتحب تاكل بطريقه معينه، لو الطريقه ديت مخالفه للوضع والمكان اللي انت فيه، تمام. يجب انك تهتم بشعور الناس. طيب هل في فرق بين العطور الرجالي والحريمي؟ وكم مره سمعت كده اللي هو ايه، في برفيوم اللي هو لو الست رشته جوزها هيبقى مقبل عليها اكتر. تمام. ده ماشي، هو الراجل بيقبل بالريحه الحلوه. لا، ده كمان سمعت ان هو في رجاله لو رشت برفيوم معين لا هو بقى مراته مشتاقه له اكتر. هل الكلام ده فعلا؟ اولا طبعا في فرق بين العطور الرجالي والحريمي. يعني جرى العرف والعاده على ان العطور الحريمي هي العطور اللي بيغلب عليها الطابع الزهري او الشجري، ممكن مع لمحات من بعض النوتات الشرقيه المحدده. ولكن العطور الرجالي هي يعني ينفع يستخدم فيها جميع النوتات. فحتى في التصميم يعني العطر الرجالي، ودي نقطة يعني المهتمين بمجال التصميم العطور، العطر الرجالي يصمم على أن القاعدة تكون 50% بينما القلب 30 والمقدمة 20. يعني الكلام مش ده فاهم اي حاجه بس القاعدة يعني النوتات الحادة، القاعدة دايما بنحط فيها النوتات القوية الحادة، اللي هي اتقل حاجه في العطر تناسب للرجل. أما في المرأة بنعكس الآية، نحط المقدمة اللي هي دايما بتحتوي على نوتات خفيفة سريعة التطاير، هي اقوى حاجه، ان هي تكون هي الاكثر في العطر. يعني لو فرض مثلا انا هقول عندي برفيوم عباره عن زهره وايه تاني؟ طيب ما اعرفش. لو قلنا مثلا المقدمة دايما بيغلب عليها الحمضيات والزهور. تمام. القلب دايما القلب دايما بيغلب عليه الاخشاب مثلا، زي الصندل وكده. الاخشاب بتشترك مع العائله الشرقيه، يعني خشب الصندل هو يدخل في العائله الشرقيه ويدخل في العائله الخشبيه. العطور 4 عائلات اساسيه: العائله الزهريه، العائله المنعشه، العائله الخشبيه، العائله الشرقيه. كل منها بيندرج تحته بعض النوتات المعينه. المنعشه دي ممكن يبقى ليمون وبرتقال مثلا، وروائح البحر وما شابه ذلك. تمام. طب الرائحه تفرق في النفسيه فعلا؟ الاول انت اديت سؤال القلب والقاعده. لا مساله العطور ممكن تثير او لا تثير. انا اسف. بص، هو كان يعني انا واحد من الناس كنت كتبت مقال على وهم العطور المثيره. تمام. اولا العطر المثير هو العطر اللي بيحفز فيك شيء في الذاكره. تمام. او بيفكرك بحاجه انت بتحب تاكلها مثلا. تمام. فالعطور المثيره دايما بترجع للمتلقي. يعني يعني انا ممكن ارش برفيوم هو مثير، فلان يثار وفلان لا. احسنت. ده فما فيش حاجه اسمها عطر مثير على المطلق، ولكن يعني في عرف العطور دي، النوتات دي اللي هي مثلا في المستحدثات في مجال العطور، وهي روائح النوتات الحلوه اللي هي زي الحلوى. الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل التسعينات تقريبا. المستجدات دي بتفكرنا بالحاجات اللي احنا بنحب ناكلها، زي الاستيكه لما كنا بنشمها زمان واحنا صغيرين، كانت ريحتها والمارشميلو والحاجات اللي زي كده. النوتات دي اذا وجدت فهي من الطبيعي بتحفز فيك حاسه التذوق. احنا عارفين ان علميا الانف مرتبط بحاسه التذوق. فيعني العطور المثيره دائما نصف قبولها عند المتلقي مش عند الرشاش. طب انا دايما بقول للناس مثلا في المحاضرات، بقول لهم اللي بيحب ريحه البنزين بيكون السبب ان ليه ذكريات حلوه مع ريحه البنزين، واللي ما بيحبش ريحه البنزين هو ليه ذكريات سيئه ناحيه البنزين. بمعنى انا مسافر انا واهلي ورايحين فسحه حلوه وقاعدين بنغني وبنرقص في العربيه، ابويا عدى حط بنزين فشميته مرتبط عندي بسعاده فهسافر وانا مبسوط. لا، احنا العربيه عطلت وقعدنا نزق لغايه ما رحنا البنزينه وكان الجو حر وعرقانين وتعبانين، فممكن كل ما اشمها احس بالارهاق. تمام. الكلام ده انت قلت نقطه، اتكلمت في نقطه مهمه جدا. اولا العطور مش مرتبطه فقط بالذاكره.
في عرف في العطور، في عطور بيقبلها الجين البشري، يعني العطور الحمضية والترابية ما بيختلفش عليها اتنين. تمام. كذلك الروائح البترولية، الروائح البترولية عند جميع البشر هتجد ان الجين البشري متقبل. بيتقبلها بطريقة معينة ومحددة نرجع فيها إلى الجانب العلمي. فمش كل العطور مرتبطة بالذاكرة، لا، في عطور أول ما بنشمها هنتقبلها، مثل الرائحة الحمضية. مفيش حد يحط ريحة ليمون وواحد يقول له أنا ما بحبش ريحة الليمون، نادرا، الا لو هو عنده عقده في شرب ده دي بقى قصة تانية. فالعائلة الحمضية، الروائح المنعشة والروائح الترابية روائح يتقبلها الجميع. أما بعد العائلتين هنجد بقى اختلاف، هنا الأذواق تبدأ تختلف. فجزء من العطور مرتبط بالذاكرة، وجزء من العطور وجزء من تقبل العطور مرتبط بالجين البشري. طب أنا مرة اشتريت منك برفيوم مكتوب عليه سبايسي، تمام، وهو فعلا في ريحة الفلفل، هي جت في دماغك ازاي؟ اولا العطور السبايسي او عطور التوابل، معلش ما هي الفلفل كان فيها فلفل تقريبا، قرفه تقريبا برضو. عطور السبايسي او عطور التوابل هي احد يعني الاقسام الهامه في تصميم العطور. وعلى عكس ما بيعتقد البعض يعني ان ازاي احط عطر فيه فلفل، لا، النوتات الصعبه هذه اذا اندمجت مع بعض العطور الزهريه والخشبيه بتخرج بحاجه تانية خالص، زي فيلم الفار الطباخ كده لما كان بيقول له الاكل مزاج، ممكن تدخل ده على ده يديك طعم ثالث. ودي ترجعنا نقطه، العطور كعلم هو علم ليس تأصيليا، يعني علم العطور مش علم قايم على دراسات علمية تأصيلي ما ينفعش نخرج منه، بل علم التجربة والخطأ. أحسنت، ويمكن جمع النقيضين معا. يعني علم العطور ممكن إن واحد يعني مثلا في ثقافة الطعام، احنا العطور بنشبهها دايما بالطبخة والطعام. حلو. لو رحت جنوب شرق آسيا تجد بيطبخوا الحاجات فيها توابل كتير قوي. لا، ده بيحطوا في السمك سكر اصلا، ذيك ان انا اذكر المساله دي. ايوه احسن، شفت انت حصل لك ايه؟ ما اقدرش. فالعطور ممكن تلاقي فيها نواقض في المساله، وفي الاخر بيرجع للمتلقي. يعني انا لو انت هتبيع العطر بتاعك في شرق اسيا هيختلف عن شمال افريقيا، هيختلف عن جنوب افريقيا، ده قصدك؟ احسنت، في اذواق بتحكم في هذه المساله. طب بس في برفيوم اوروبيه بتيجي مصر عادي؟ ما هو بص، دي بقى في احنا قلنا ان اولا في جانب من العطور ما بيختلفش عليه اتنين، العطور المنعشة والعطور الترابية. المدرسة الأوروبية تقريبا في 90 سنة اللي فاتت مدرسة مرتبطة بالعطور المنعشة، تجد غالب عليها الطابع المنعش والحمضي وعطور السيترس وما إلى ذلك. هذه المدرسة احنا أصلا بنتقبلها، والجميع وجميع الشعوب تتقبلها، ولاننا يعني تاخرنا شويه في ان احنا يبقى لنا حضور في ان احنا نبقى احنا مصممين مش مقلدين. احسنت. وعلى عكس لو احنا رجعنا الاربعينات والثلاثينات هنجد في بعض المحال العطريه في مصر كان لها طابع عطري معين، لو كنا استمر فيه كان سيصبح للسوق المصري طابعه في صناعة العطور، زي مثلا ما احنا بنسمع دلوقتي على العطور السعودية أو عطور الخليج. مظبوط. تقريبا احنا بيبقى عندنا تصور أو مخيلة هيبقى شكلها إيه، اللي هي هيبقى فيها عود، هيبقى فيها مسك، هيبقى فيها صندل كده. أنا لا أريد أن أصدم إن هذه المدرسة بدأت من عندنا، مدرسة العطور. إذا العطور السعودية أصلا المدرسة التصميم دي اللي هو العود والصندل والخشب والمسك والأمور دي، المدرسة دي كانت عندنا في الثلاثينات. احنا عندنا كان في محل عطور في الثلاثينات والأربعينيات، كانت لو استمرت، لولا طبعا أزمات الخمسينات وما بعد ذلك، لو استمرت لكانت يعني أحدثت طفرة. الشبراويشي شبراويشي في عطر من عطور توم فورد يباع بآلاف الجنيهات، هو عبارة عن عطر الشبراويشي كان عامله في الخمسينات، مجموعة من الحمضيات. فإحنا سبب التأخير ده عمل فجوة في صناعة العطور في مصر، وإحنا بنحاول إن إحنا يعني نتجاوزها. طيب بالنسبة لأمير، هل هو بينافس السوق الشرقي؟ مش قصدي على تصدير، أنا تقريبا كنت قريت لك بوست إن أنت من الناس المعدودة اللي بياخدوا رأيهم في العطور في مؤسسات، صح؟ ده بالظبط.
طب عاوز ما فهمتوش فاشرحوا لي. بما اني يعني انا بعتبر نفسي ان انا المصمم الوحيد للعطور في مصر. يعني لو دخلت على بعض المواقع العطور الكبيره يجد ان في مصر في واحد اسمه امير حرب، هو يعني معتمد في تصميم العطور. يعني احنا قاعدين مع علامه يعني. بعض المعلوماتكم يا سيدي. فبعض المهتمين بمجال العطور، لاني انا من الحاجات اللي بسعى اليها هي تطوير محال العطور. احنا مثلا لو ذهبنا للخليج، للسعوديه مثلا او الامارات، حتى وان محلات العطور العاديه التركيب لها هويه يعني له بصمه عطريه، يعني يقدر يتواصل حتى لو هو مش هيصنع العطر، يقدر يتواصل مع المعامل ويعمل العطر بلمسته الخاصه، اللي هو لما اجي اشمه ابقى عارف ان ده تبع البراند ده. احسنت. احنا هنا المسألة حتى عندنا منعدمه، احنا بنحاول بنقدم من وقت للتاني بعض اللي هو بتقدم افكار بتاعتك في وسط الناس بنقدم بعض النصائح والافكار لمحل التركيب عشان يقدروا يطوروا ويحدثوا جانب من الهويه ليهم، بحيث ان العميل يبقى فيه ولاء. الهويه هي التي تصنع الولاء. انا من 4 سنين عندي ولاء والله لغايه دلوقتي. انا ما بطلت اشتري من اي حد غيرك انت. تتهنى دايما تتهنى. طيب احنا اتكلمنا على الروايح وجزء منها ذكريات، وممكن اللي هو ايه، انا ماسك جلابيه ابويا وحاضنها بعد ما مات، هي لسه فيها ريحته، صح كده؟ بالظبط. طيب هل احنا ممكن الناس يقول لك انا عاوز يجيب لك ازازه برفيوم مثلا، يقول لك الريحه دي كانت بتاعت ابويا انا عاوز زيها؟ المساله دي مساله مش بالسهوله اللي انت متخيلها. اولا احنا لما بنصمم عطر، تصميم العطر امر مجهد. انا كنت قبل كده اتكلمت على اني تصميم العطور بينافس في تعلمه فن صناعة المجوهرات، بل بيتكلف، يعني عشان تتعلم فن صناعة العطور ممكن تتكلف أكتر من فن صناعة المجوهرات. المجوهرات أنت ممكن تجيب قطعة من الذهب تطوعها في شكل ما، وبعد كده ترجع تسيحها تاني وتطوعها. أما ده أنا ركبت خلاص، بينما مش هينفع أفكه. ممكن في عطر واحد اصلا ممكن تستخدم اكتر من سيناريو عطري، يعني ممكن تجرب تزود النوتة دي شوية، تجرب نوتة تانية عشان تعمل عطر من تصورك، وبعد ما بتجربه ترجع بعد كام يوم تعيد تجربة العطر، ممكن يفاجئك العطر بسيناريوهات غير اللي انت تصورتها. كل هذه وقت وجهد وفلوس. احنا عندنا بعض النوتات العطرية ممكن يصل سعرها إلى 100 جنيه وأكثر، خاصة في العائلة الشرقية. العود أو الصندل الكيلو ممكن يوصل $10,000. أنت متخيل الأمور دي؟ فأنت لو الجرام بخسارة. لو بتستخدمه في خلطة معينة، هذه الخلطة ممكن تستخدم أكتر من 10 تجارب فيها، فالأمور دي ممكن تكون مكلفة جدا. فأنت لما تيجي تصمم عطر بتكون حاطط له خريطة معينة مرتبطة كمان بالسوق. يعني أنا بحب أوضح أن التجارة أهم ما فيها الآن هو التسويق، إزاي تبيع نفسك. يعني النهاردة أنا ممكن أن أنا أستخدم مصنع عطور، لكن عشان أشهر نفسي وأنجح، لا، أنا لازم يكون عندي خريطة للسوق وإزاي أنجح. دي نقطة مهمة جدا. فمسألة أن أنا أعمل لكل واحد عطر دي مسألة مكلفة ومجهدة. طيب سؤال تاني، مين اللي أكثر إقبالا على شراء العطور، الرجال ولا الستات؟ في السوق المصري الرجال بالطبع. إيه ده؟ ده على العكس تماما. لا، السوق المصري أصلا الرجال هم الأكثر حضورا في الشارع، والعطر مرتبط. هو حطه عشان الشغل بتاعه فهو بينزل اكتر. والعطر بحسن ايوه، هي اكيد بترشوا له برضه في البيت وبترشوا خارج مع اصحابها. بس هترش في البيت يعني مش هتدفع رقم فيه يعني. لا، مش هترش كتير. يعني انت ممكن لو انت في الشارع 12 ساعه ممكن تستخدم عطر مرتين و3. فهمت. فمش هيكون، ومش هيكون الحافز كبير زي اللي في البيت. انا بحط والله حياتك الصبح بتفضل شغال معاه بالليل. طيب كان في فيلم كانت الزوجة بتغير على جوزها جدا وخايف ان حد يبص له، فكانت بترش عليه حاجة كده الناس بتعرف انها كانت بترش عليه ايه بقى؟ لا دي حاجة بقى يعني مبيد حشري ولا حاجة. يعني هي مفيش برفيوم اللي هو بيطفش حد؟ لا مفيش يعني. دي نقطة مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها عطر حلو وعطر وحش. في عطر يناسبني وعطر ما يناسبنيش، وفي عطر يناسب الذوق العام وعطر لا يناسب الذوق العام. النقطه اللي اتكلمنا فيها. انا بستخدم عطر مين؟ انا المفروض استخدم عطر لنفسي وللناس.
لو انا في عطر يعني اقدر اقول ان هو مش متقبل قوي في الذوق العام، ممكن استخدمه في الفتره المسائيه اللي انا حضوري فيها هيكون مع الاصدقاء المقربين اللي مش هيحصل ازعاج. عشان كده في مدرسه اوروبيه مثلا ان في الاجتماعات ما ينفعش احط عطر مركز تقيل. انا قاعد في اجتماع احط عطر كولون لا يزيد عن درجه التركيز الخفيف، او احط رشات بسيطه من اي عطر بسيط، عشان لو انا قاعد في واحد من اللي في الاجتماع خاصه لو اجتماع عمل مهم وحساس للروائح الثقيله ما ينفعش. انا فعلا في ريحه معينه لو دي كنت باجي اصلي تراويح في رمضان، اصلي ريحه قويه نفاذها، انا كنت بطلع من المسجد واصلي بره في الشارع وصدري اتقفل. احسنت. المسجد والامور زي كده لازم احنا نستخدم عطور خفيفه فريش، حتى لو انا هاخد عينه منها في جيبي وارشها بدل مره طب مرتين خلاص انا ارش، انا بقى ست خايفه ان جوزي يخوني، ارش عليه ريحه من التقيله النفاذه يطفشوا من حواليه. ما هو كده هيفضل لما يتعقد وهيجي لك. طيب انا اللي عاوز اصالح مراتي، ايه اكتر حاجه ترشحها في العطور؟ بص، هو ممكن انك ترشح لها اولا البرج المناسب ليها، لان تبقى هديه مناسبه. انا الناس يسالك على موضوع الابراج ده. هي حركه مجنونه. بجد حركه مجنونه. يعني والله انا برج كذا، فيبقى وراجل يبقى ليا البرفيوم بتاع البرج ده، وانا ست نفس البرج ريحه تانية خالص. هنقول في اختلاف بين الراجل والست، بس معلش انا البرج ده فالريحه دي اول ما اشمها احس انها تمثلني، والواحد تاني هو برج تاني فيشم ريحه هي دي. يعني انا ناس كتير رشحتك ليهم انهم راحوا وقلت لهم جربوا بتاع الابراج، فبيقول اول لما شميت البرج قلت هو ده. جبتها ازاي؟ اولا عطور ابراج لها شقين، شق مرتبط بتصميمها، والشق الثاني مرتبط بالقسم التجاري فيها. اولا تصميمها هو قائم على باب طب الروائح، وباب طب الروائح ده علم في بعض الدول اصبحت يعني تعتمده زي فرنسا. طب في باب اسمه باب طب الروائح. يعني انا اعالج الناس بعد السيشن بعد كده اديهم بالفعل ببعض الروائح ممكن تحفز على النجاح، في بعض الروائح ممكن تحفز على تديك جانب من السكينه والراحه، في روائح مثيره. هل يعني زي مثلا لما بنيجي نولع بخور، فاللي هو بخور ده عشان يعمل ريلاكسيشن، وبخور تاني لا، ما بخور تاني هيتنشني او يحمسني المذاكره. لا ما يعني يهديني ماشي. يحمسني دي جديده. العطور يعني لها جوانب واسعة في الاستخدام. الأصل فيها هو الجانب المرتبط بالجمال والزينة اللي هو التعطر عشان يبقى مظهري حسن، ده ماشي، ده الأساس. أما يحمسني إزاي بقى؟ ولكن لا، في بعض العطور التابلية اللي انت ذكرتها في أول الكلام، واحدة من العطور اللي بتدي دفع حماسية، اللي هو أسد يلا فيه، خاصة لأنها رائحتها دايما بتعمل مناغشه للانف. عارف انت على مبدا ماري منيب الشفر والشطه، ريحه الشاورما. زي ما قلت لك على مبدا ماري منيب الفلفل والشطه دايما بيخلوا الزواج فيه. قصدك ان انا لو عملت حاجه فيها توابل هحس انا بحماس ونشاط. كنت كتبت مقال على وهم العطور الجميله، كنت بتكلم فيه على ان دايما ما تحكمش على العطر من اول وهله. احيانا بعض العطور الجميله دي من كتر جمالها ممكن تخليك زي تديك جانب من البلاده اللي هو ما فيش اي شعور بعد شويه. انا فعلا انا فاكر ان انا خدت منك البرفيوم بتاع البرج بتاعي، انا لما رشيته تقيل عشان شتوي شويه، ايه ده وريحته حلوه كده ليه؟ وفي حاجات ممكن لسه رشش على ايدي دلوقتي انا مبسوط شويه، لا انا مبسوط قوي، او لا عاديه بعد شويه لقيتها فوق. ده بيبقى تفاعل مع الجلد ولا تفاعل مع الانف ولا تفاعل مع ايه؟ الاول ده معناه كده ان الروائح بتاثر على المزاج. هي تاثر على المزاج. اما بص هتبسطني تضايقني لا، تهديني ماشي، تحمسني لا. لا يعني احنا متفقين في السعاده والتهدئه. هو مش كان زمان لما في الافلام الابيض والاسود القديمه تلاقي الناس الكبيره لما يحس ان هو كده كسلان يجيب قرنفل كده ولا بتاع يحطه على مناخيره يوم يعطس زي ريحه اللي هي ابو فايز ده اللي هو ماشي. فاللي اقصده ان النوتات اللي دايما فيها
مشاكسه مع الانف، يعني الانف بيحس بصدمه من وقت للتاني بيها، بيحصل فيها برش ابو فاس واتحمس. لا احنا بقى بنستخدمها بنوتات اكثر قبولا بقى، يعني زي الفلفل الاسود، زي نوتات التوابل، القرفه وما الى ذلك من العائله التابليه. اكتر موسم الناس بتحب تشتري فيه برفيوم، صيف ولا شتاء؟ بص، الاناقه ذروتها في الشتاء. الناس الشياكه والاناقه والبرفيوم بيفضل في الهدوم على هذا الامر. ما الصيف هيبقى ريحه وحشه لو ما رشناه. الصيف ده معقد. الصيف حتى بص، العطر برضو دي نقطه مهمه. العطر دوره الامثل بيكون في درجات الحراره ما بين 18 19 20 لحد 33. يعني لو يوم حر او ما رشش برفيوم، لا هترش طبعا، بس مش تاخد منه نفس الاداء. فهمت. بيحصل يعني انتكاسه في اداء العطر، سواء اذا كانت درجه الحراره قليله او درجه الحراره عاليه. اللي هي الجو الخريفي واللي هي قبل الساعه قوي ده ترش برفيوم وتنزل مع افضل المواسم اللي يعني تستمتع فيها بالعطر. احسنت. هو موسم يعني رائع وجميل، ولكن مهجور من اهل الادب حتى في ذكره يعني. هو الخريف جميل. هو الخريف اللي هو لا ساعه قوي. ما هو الناس اللي يقول لك انا بحب الصيف، حبيبي انت مش بتحب الصيف، انت بتحب الربيع اكتر. واللي بيحب الشتاء هو بيحب الخريف هو مش بيحب التلج قوي ومش بيحب الحر التلزيق قوي. هو بيحب الجو اللي هو ايه فيه لمسه ساعه او لمسه هواء سخن جميل. طيب لو انت هترشح لنا يعني انا دلوقتي راجل عاوز اهدي مراتي، اختار لي 3 عطور ارشحهم. ولو انا ست عاوز اجيب لجوزي رشح لي 3 عطور خليني مركزه فيهم. الاول احنا رشحنا اولا بنتصالح بتخلينه وبنتصالح من عائله الابراج. لان البرج في ميزه ان انت بتلاقي مكتوب عليه هذا هو الذوق المثالي لبرج كذا. تمام. ففي الجانب يعني بيحس ان هي حاجه معموله مخصوص ليه. تمام. يبقى دي الابراج. النقطه الثانيه اللي هي انا اختار له ايه. انا دايما بفضل ان الاقربين يبقوا عارفين ذوق بعض. لان العطور زي ما انا قلت مفيش في عطر اسمها عطر حلو وعطر وحش. ولو هجيب هديه اختار اللي هو بيحبه مش اللي انا بحبه. او احسنت. طب ما انا لا، انا عاوز اشم من جوزي حاجه حلوه، انا عاوز اشم من مراتي حاجه معينه حتى لو بتحبهاش انا اللي يعني انا عاوز. هترجع للعائلات اللي احنا قلنا، يعني تختار من العائلات اللي احنا قلنا ما يختلفش عليها 2. فهمت. تختار بقى اللي يناسب ذوقك بس من العائله دي. اما هتجيب لها هي حاجه ليها هي مخصوص حتى لو ما تحبهاش دي ليها هي، او انت عاوزه تجيبي له حاجه هو بيحبها هو بس هو ينزل يخرج بيها، ده اختار له اللي هو في الابراج وخليك في الابراج ده تمام بالظبط. اما هتختار حاجه انا عاوز اشمها هختار في اللي هو لا يختلف عليه. انا ما اعتقدش ان الخطا ده بيحصل بين الازواج، الخطا ده بيحصل بين 2 لا مخطوبين. لا الازواج عارفين طبعا. لا هو اول لما حد بيحب يهدي حد فبيجيب برفيوم عام اسامي عامه اللي هو خد ده بس مش بحبه، يعني ممكن يكون عندي وراكنه وما برشش منه خالص. بالفعل يعني الافضل اني لا تجيب حاجه على الذوق العام او انك تاخد شريك حياتك لو ينفع. احيانا بتكون حاجه مميزه كده يعرف تمن الهديه. ممكن لو اخدت مراتك تطمع اكتر. طيب نصيحه لاي 2 مخطوبين او 2 متجوزين مرتبطه بالعطور. والله انا افضل ان حضرتك انت لا نصيحه في العطور. انا هقول النصيحه النفسيه، انت قول لي نصيحه عطور. اللي هو مثلا اتهادوا بالعطور. جو الخطوبه، الجو اللي هو بيقولوا عليه في المجتمع المصري الجو الملزق، يحب العطور الشجريه. حلو. لان العطور الشجريه في الصيف، العطور الشجريه على فكره زي ما احنا كنا بنتكلم في طب الروائح، من الحاجات اللي بتخليك كده عارف زي ما بتسمع اغاني حزينه كتير تلاقي نفسك شعرت بالاكتئاب وعمال تقلب المواجع. العطور الشجريه برضو بتحيي فيك الجانب ده، يعني تخليك عندك شعور عالي بالمسألة إذا كنت تتقبل العائلة دي. طب في سؤال والله يجي في ذهني دلوقتي. أنا لسه راجع من عمرة فنفسي حد يهديني، فجاب لي مثلا البخور اللي بريحة الكعبة. إيه الريحة اللي هي فيها الكعبة اللي هي مخليها إن كل الريحة دي مقبولة؟ هل ده برضو من بند الذوق العام؟ خلينا نرجع لمسألة مهمة. لأن العطور برضو بترتبط بالموضة والعادة والأمور زي كده. هل الكعبة أصلا في الأصل هي ليست لها رائحة؟ لا ما أنا عارف هم بيرشوا لها، ولكن هم لأنهم وهم ما بيستخدموش رائحة محددة على فكرة. هم بيستخدموا أكتر من رائحة ولكن كلها بيغلب عليها المسك. مظبوط. ماشي. أنا قصدي المسك مقبول شرقيا وفي الدول العربية أوكي، مقبول أوروبيا
مقبول اوروبيا بشكل كبير. اولا عايزين نتكلم المسك انواع. تمام. المسك الانجليزي مثلا هو اصلا منتج صناعي. كيميائي، اول انشاؤه كان سنه 1828 او حاجه زي كده، لا اتذكر السنه بالظبط، ولكن كان في الولايات المتحده الامريكيه. تمام. واحنا لما شميناه، يعني هم استخدموه قبلنا، لما شميناه ذكرنا بالمسك، فقلنا عليه المسك، لكن هو مش مسك. اللي بره مش مسك، هو قريب من ريحه المسك، هو معادله. اما اللي في الشرق ده مسك. فالروائح اللي احنا طبعا كل متغير على الانسان دايما بيخليك عندك قبول تلقي جديد. انت لما تروح الحرم ممكن بيبقى عندك تلقي اوسع. اللي هو اللي انا بقول ان انا رايح وعندي استحضار لحاله شعوريه. أحسن. فانا ايا كان اللي هستلقاه هيرتبط بالحاله دي، لان انا زي ما بقول حتى في التعافي انا عاوز اتعافى من فلان، بس انا زعلان على الحاله اللي كنت فيها وقاعد استحضر كل شويه الحاله. كل ما اروح اماكن على راي الاغنيه ولفيت اماكن ما لفناش فيها عشان اعمل ذكريات تانية، هي كده انا أحسن. بستحضر حاله. حتى حاله الحب نفسها اللي اغلب الناس عايشاها ده استحضار لحاله شعوريه، هو شافها في فيلم، شافها بين ابوه وامه، شافها في قصه بين خاله وخالته، هو عاوز يعيش المده. فانا رايح هناك الكعبه ومستحضر الايمانيات العاليه جدا، فانا اول لما هشمها انا جاهز لاستقبالها ايا كان، حتى لو الريحه غير محببه. ساعتها لو جيت في البيت يوم الجمعه ولعت البخور في الريحه دي انا مرتاح ومبسوط. عامه هذه الرائحه مرتبطه بنوتات المسك مع الزهور ولمسه عنبريه، العود فيها خفيف جدا. اي عطر في هذه النوتات هيشعرك ب يعني لما في بخور ريحه الكعبه ده لا مش ممكن النهارده يبقى بريحه بكره بنوت تاني. بالظبط. والاثنين انا مرتاح فيهم. بالظبط. احنا سعداء جدا والله يا امير، الحلقه النهارده كانت ممتعه. انا نفسي استفدت معلومات كتير جدا، واتمنى الناس يعني اللي نفسه يشتغل في تصميم العطور ممكن يتواصل مع امير ويتعامل معاه، واللي نفسه يشتري هديه لمراته يروح، او هديه لجوزه، او هديه ليا ممكن يروح استراحه العطور ويجيب. ماشي. انا اسعد والله باللقاء. شكرا بجد لوجودك، اتبسطنا جدا، ونستناك في لقاء جاي ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.